مسجد كازلتششمة فاتح جامي. هذا أول مسجد بناه محمد الفتح قبل عملية الفتح، كان بجانب الأسوار، أشرح لكم عنه سريعا. هذا أول مسجد بناه محمد الفاتح خارج أسوار القسطنطينية. هذا المسجد لا يعرف بالضبط متى أمر ببناء محمد الفاتح، لكن بناه من أجل أن يلبي رغبات الجيش في الصلاة والعبادة، وبنى لهم بجانب المسجد أيضا حمام. الهدف منه أيضا الاستحمام والنظافة، تلبية رغبات الجنود. ما يميز هذا المسجد شباب إنه مئذنته جاية على اليسار، مش زي باقي المساجد الأخرى. طبعا المسجد تم إعادة ترميمه في عام 1802 تقريبا في عهد محمود الثاني، والمرة الثانية تم ترميمه في عام 2010، وآخر مرة تم ترميمه على يد بلدية زيتين بورنو. طبعا ما تبقى من المسجد فقط هو بعض الحجارة في أسفل هذه المئذنة، وباقي المسجد تم ترميمه بالكامل.